بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائنا الزملكاوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيام ويتفتح باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك القادمة. الحديث الأهم داخل جدران القلعة البيضاء، أهم حتى من موضوع الصفقات وفك أزمة إيقاف القيد داخل الفريق الأول لكرة القدم في النادي. الأيام اللي جاية دي هتبين لنا وتظهر بشكل كبير وواضح مين مع الزمالك ومين مع الكرسي، مين يهمه الزمالك ومين بس يهمه الكرسي، مين ناوي يفيد الزمالك ومين ناوي يستفيد من الكرسي. يا ريت ما نغلطش نفس الغلطات اللي غلطناها قبل كده، ويا ريت نفهم كويس ان الزمالك اكبر من كل الاسامي مهما كانت، وان مفيش مجموعة او فرد الزمالك يقف عليه. الزمالك باقي رغم زوال الجميع. رغم أزمة إيقاف القيد، أوسيريو يطلب رحيل بعض اللاعبين. بدأت يوم الثلاثاء القياسات الطبية لكل لاعبي نادي الزمالك استعدادا للموسم القادم في أحد مستشفيات القاهرة، حيث قسم الجهاز الطبي اللاعبين إلى 3 مجموعات بدأت يوم الثلاث وتستمر حتى يوم الخميس تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة. الفريق سيبدأ إعداده في الأول من سبتمبر على أن يدخل معسكر مغلق 4 سبتمبر استعدادا لما هو قادم تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو. خوان كارلوس أوسيريو الذي استقر على أسماء اللاعبين الراحلين خلال الفترة الحالية، حيث أكد للإدارة أنه يريد الاستغناء عن بعض اللاعبين ليس في حاجة فنية إليهم، بغض النظر عن فكرة نجاح حل أزمة إيقاف القيد من عدمها، إلى جانب رغبته في إعارة بعض اللاعبين الشباب لاكتساب مزيد من الخبرات ثم العودة بعد ذلك. الاستقرار على إعارة لاعب الزمالك الشاب. الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي أوسيريو استقر على إعارة لاعب الزمالك الشاب طارق علاء، لاعب خط وسط الفريق واللي كان معار إلى سموحة في الموسم الماضي وانتهت إعارته. تم الاستقرار على إعارة اللاعب مرة أخرى لاكتساب مزيد من الخبرات في الدوري الممتاز خلال الموسم القادم. اللاعب لا يزال صغير السن وفي حاجة لخبرات يكتسبها من خلال المشاركة مع أي نادي آخر في الموسم القادم، ولذا تم الاستقرار على إعارته. لاعب من مواليد 1 يناير 2003، يبلغ الآن 20 عام وعدة شهور. تتم المفاضلة الآن ما بين أكثر من عرض وصل إلى اللاعب لاختيار أفضل وأنسب عرض يكون مفيد للاعب من الناحية الفنية. أوسيريو مطمئن. بعض التقارير الإعلامية أكدت على وجود جلسة حدثت ما بين مجموعة من رجال الأعمال الزملكاوية وخوان كارلوس أوسيريو المدير الفني لنادي الزمالك. الاجتماع ده شهد طمأنة الرجل على مستقبله داخل نادي الزمالك وطمأنته أيضا على حل أزمة إيقاف القيد خلال الفترة القادمة، بل وشهدت بعض رغبات الرجل فيما بعد فترة إيقاف القيد. طبعا نجحت اللجنة الثلاثية اللي بتدير القلعة البيضاء خلال الأيام القليلة الماضية في منح الرجل قيمة راتبه بالكامل بعد جلسة مع مدير الكرة عبد الواحد السيد لتوفير كل سبل الراحة أمام إدارة الكرة للعمل في هدوء وإسعاد الجماهير. تصور جديد لمسابقة الدوري. عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم والمشرف على مسابقات بدأ في وضع سيناريو جديد لشكل مسابقة الدوري الموسم القادم، حيث الموسم القادم موسم مضغوط جدا للجميع بسبب المنتخبات الأول والأولمبي، إلى جانب مشاركات الأندية في البطولات الأفريقية ومشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية وبطولة السوبر الأفريقي. عامر حسين سلم بالفعل تصور لرابطة الأندية واتحاد الكرة يقضي بتغيير شكل مسابقة الدوري العام في الموسم القادم، حيث يرغب في إقامة الدوري الموسم القادم من دور واحد، حيث قال أن هذا سيوفر قرابة 50 يوم بتغيير نظام بطولة الدوري وبالتالي محاولة التغلب على فكرة ضغط المباريات. وأكد أن تغيير نظام المسابقة وهو على النظام البلجيكي سيجعل المسابقة تنتهي بحد أقصى منتصف يونيو القادم، وهذا هو الحل الأمثل من وجهة نظر. بيقول لك بقى يا سيدي ان الاهلي بعت لاتحاد كرة القدم ورابطة الاندية بيسألهم مباراة السوبر المصري هتكون امتى وفين، واكد في نفس البيان او الخطاب اللي ارسله للجهتين انه ما عندوش ادنى استعداد للمشاركة في اي بطولة مستحدثة قادمة. طبعا هو بيرمي الكلام على بطولة النخبة اللي المفترض ان هي تقام ما بين بطل الدوري وبطل الكاس وبطل كاس الرابطة ونادي رابع هيتم اختياره من قبل الشركة الراعية. بطولة النخبة دي مش هتتلعب في مصر، هتتلعب في احد الدول العربية وهي ما بين الامارات والسعودية، وهيكون فيها مبلغ مالي جيد جدا جدا جدا. الاهلي حتى هذه اللحظات المفترض يعني ان هو منزعج اصلا بمشاركة الزمالك في بطولة النخبة،
على الرغم ان الناس قالت يا جماعه دي بطوله مستحدثه ومفيش اي سابق ليها، يعني مفيش اي عقوبات وقعت في اي بطوله سابقه المفروض ان هي تتنفذ في البطوله دي، وبناء عليه الزمالك مش موقوف. الزمالك موقوف عن المشاركه في بطوله السوبر العاديه اللي هي ما بين بطل الدوري وبطل الكاس. الاهلي بينتظر بس الاعلان عن الجوائز الماديه لبطوله النخبه، وانا مستعد اراهنكم على اللي انتوا عايزينه. المبلغ لو طلع مجدي يستاهل يعني وجع القلب والسفر، الاهلي هيتراجع وهيلعب في بطوله النخبه عادي جدا. اللجنه السريه، السيناريست مدحت العدل تحدث في تصريحات تلفزيونيه عن تكوين لجنه سريه بتعمل في الخفاء، عباره عن مجموعه من رجال الاعمال المحبين لنادي الزمالك، وان هي شغاله بقالها اكتر من شهرين عشان تقدر تحل مشاكل الزمالك المتراكمه الماديه في الفتره اللي جايه. وبشر جماهير نادي الزمالك بالخير بان الزمالك اقترب وبشده من حل كل المشاكل الماديه الموجوده فيه، سواء بقى ايقاف قيد، سواء مستحقات لاعبين كره قدم او غير كره قدم متاخره على نادي الزمالك لصالح اللاعبين دول. كل ده بسبب اللجنه السريه المكونه من عده رجال اعمال. طبعا هي فكره محترمه جدا، وخصوصا ان مدحت العدل اكد على ان كل رجال الاعمال الموجودين في اللجنه دي مفيش واحد فيهم عنده النيه للترشح في انتخابات الزمالك القادمه، بل وكلهم رفضوا ذكر اساميهم في العلن. ناس بتخدم الزمالك عشان حب الزمالك وبس. الغندور يحسم مصير مرتضى منصور من الانتخابات. تحدث الاعلامي خالد الغندور المذيع بقناه نادي الزمالك عن موقف مرتضى منصور رئيس النادي السابق من الترشح في الانتخابات القادمه، حيث اكد ان مرتضى منصور لن يترشح من جديد في انتخابات نادي الزمالك، مكتفيا بالفتره التي قضاها في حياته داخل جدران البيت الابيض. واكد ان هذا الامر ينطبق ايضا على باقي اعضاء المجلس المستقيل، فمعظمهم ان لم يكن الجميع لن يخوض الانتخابات القادمه في الزمالك. وعن مرتضى منصور رئيس النادي السابق اكد انه له ما له وعليه ما عليه. لا يجب أن ننسى أنه أسعد الزملكاوية في أوقات كثيرة، موجها الشكر للمجلس السابق على استقالته عندما شعر أن هناك عداوات كثيرة ضده، هذا قد يضر بمصلحة نادي الزمالك. موقف أيمن يونس من انتخابات نادي الزمالك. الكابتن أيمن يونس لاعب وإداري الزمالك السابق، اسم برضه بيتم ترديده وبقوة في كل انتخابات بتتم داخل نادي الزمالك. أيمن يونس اسم له الثقل داخل الجمعية العمومية في نادي الزمالك، والقايمة اللي هتقدر تستقطب أيمن يونس هتضمن معاها كمية أصوات قوية للغاية. أيمن يونس بقى اتكلم وقال في تصريحات إن فكرة الترشح لانتخابات الزمالك أمر مطروح بقوة لديه وعلى طاولته خلال الفترة القادمة، وأكد أنه بيشترط تواجد قائمة متجانسة معه من أجل الترشح في الانتخابات القادمة من أجل مصلحة نادي الزمالك وليس حبا في المناصب. والله يا كابتن ايمن انا مش قادر افهم انت ازاي لغايه دلوقتي بتفكر في انك تبقى عضو مجلس اداره في الزمالك. واحد زيك بخبراتك دي والسنين الطويله دي اللي انت اشتغلتها في الاداره مفترض دلوقتي يكون بيجهز نفسه عشان يكون رئيس نادي الزمالك مش مجرد عضو. ايمن يونس لحازم امام، ده وقتك. ايمن يونس نجم واداري الزمالك السابق كتب عبر حسابه على تويتر معلقا على صوره نشرها لحازم امام نجم الزمالك السابق: ده وقتك، في اشاره من ايمن يونس ان ده الوقت اللي حازم امام يستحق فيه الترشح في مجلس اداره نادي الزمالك وتحديدا على مقعد الرئيس. يا اخوانا حازم امام نفسه طلع قال ان القصه صعبه وهو مش قدها ومش هيقدر عليها، وبناء عليه ما ينفعش انه يضغط على حازم امام باي صوره من الصور انه يترشح. حازم لو ترشح هينجح، ولو نجح هيفشل فشل ذريع كرئيس النادي، وقتها بقى هنقعد نتكلم عن حاجات ملهاش اي 30 لازمه، وهيرجع هو بنفسه يقول يا اخوانا انا قلت انا مش قدها، انتوا اللي اصريتوا، يبقى ملوش لازمه. البناني يواصل الدفاع عن نفسه. وصل الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك رده على فكره انتمائه للاحمر، الامر الذي تسبب في موجة غضب عارمه من الزملكاويه فور الاعلان عن تعيين الرجل في منصبه. في البدايه علق على صورته المنتشره في مواقع التواصل الاجتماعي ووجوده داخل قناه الاهلي، حيث اوضح انه كان لقاء مجمع لكل الانديه في مشروع الرياضه للجميع، وظهر في البرنامج ضمن هذا الاطار لا اكثر ولا اقل، متحديا ان يكون هناك صوره اخرى له في قناه الاهلي، مؤكدا انه عمل بالعمل الرياضي 37 عام من ضمنهم 36 عام
كان بيستمتع برؤيه الزمالك من مبنى وزاره الشباب والرياضه. اللي بيقول اني اهلاوي، حضرتك لو رحت للدكتور وطلعت اهلاوي هتاخد علاج؟ هتعمل عمليه؟ انا عارف ان الهجوم عليا بسبب الانتخابات، ولكن الدوله كلفتني بالمهمه دي لاني مش محسوب على حد. طب انا لو مشيت مين هيجي الا اذا كان محسوب على طرف من الاطراف؟ خسرنا 4 ساعات في المظاهرات كان ممكن نشتغل فيهم بسبب الازمه دي. احنا شغالين في النور قدام الكل وباحترافيه شديده جدا. الضرائب المصريه ترد على البناني. فجرت مصلحه الضرائب المصريه مفاجاه كبرى عقب تصريحات الدكتور عماد البناني رئيس اللجنه اللي بتدير نادي الزمالك بانه تم التوصل الى تسويه بشان مستحقات الضرائب لدى الزمالك، حيث نفت مصلحه الضرائب عبر بيان رسمي حدوث اي تسويه مع نادي الزمالك لخفض الضرائب المستحقه على النادي من مليار و200 مليون جنيه الى 400 مليون جنيه كما تحدث البناني بالامس. وكتبت مصلحه الضرائب بشكل رسمي عبر حسابها على تويتر: مصلحة الضرائب المصرية أكدت أنه لا صحة لخفض الضرائب المستحقة على نادي الزمالك من مليار و200 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه، وأن نادي الزمالك لم يتقدم رسميا بأي طلبات تسوية أو جدولة للمديونيات الضريبية حتى الآن. مبنى مفتوح للتواصل مع كل المجتمع الضريبي من أجل إنهاء المنازعات الضريبية ودية. طبعا هتقولوا لي انت ما قلتش الخبر بتاع البناني في الجزئيه دي ليه؟ وان الراجل طلع وصرح التصريحات دي. هقول لكم بمنتهى البساطه لانها تصريحات ما تخشش مخ حد. ازاي في نص ساعه ولا في ساعه ولا في يوم كامل هقدر اقعد مع الضرايب واعمل تسويه واقنعهم انهم يخفضوا المبلغ من مليار و200 مليون ل 400 مليون ويتقسطوا على سنتين؟ اذا كان المستمع عاقل. بعد ما تم الإطاحة باللواء حسن موسى من منصبه كمدير تنفيذي لنادي الزمالك، أتذكر جيدا إني كلمت حضراتكم عن سبب تلك الإطاحة وقلت إن وزارة الشباب والرياضة شافت إن اللواء حسن موسى تخطى مهامه وتخطى المطلوب منه، وإن اللي كان مطلوب منه هو تسيير الأعمال فقط لا غير. ولكن الوزارة فوجئت بإن الراجل بيمشي ناس ويعين ناس ويحول ناس للرقابة الإدارية ويبعت ناس للنيابة، وده لم يرضي وزارة الشباب والرياضة. خالد الغندور اتكلم عن نفس القصة وقال ان سبب الإطاحة باللواء حسن موسى هو نفس الكلام اللي انا بقوله دلوقتي، وهو ان الوزارة كانت قايلة لحسن موسى ان مهمته تسيير الأعمال فقط والدعوة للانتخابات القادمة، الا ان الوزارة فوجئت انه قام بتعيين اشخاص في النادي وقام باتخاذ قرارات باستبعاد اخرين، وهذا امر رفضته الوزارة، الى جانب شعور الوزارة انه محسوب على فريق معين في الزمالك وجاء لتصفية الحسابات، وهذا ليس دوره. تصريحات جديدة لحسن موسى. خرج اللواء حسن موسى المدير التنفيذي السابق لنادي الزمالك بتصريحات جديدة عبر حسابه على فيسبوك، حيث تحدث قائلا: كل الاحترام والتقدير لجميع الشرفاء محبي النادي بعد ملحمة الأمس، أستأذنكم في عرض رأي. رسالتنا وصلت للجميع. أخشى أن يندس أتباع المعزول وبعض الدخلاء ويرتكبوا تجاوزات تشوه المشهد الحضاري وتلحق الضرر بالنادي بقصد إحداث فتنة ووقيعة، أو أن يسيء المذكور استغلال الموقف بادعاء أن غيابه عن المشهد أحدث فوضى ومحاولة تكريس كذبة الرجل القوي. نثق جميعا في حكمة ووعي مؤسسات وقيادة الدولة المحترمة، وأنه حتما أدركوا مشروعية وعدالة مطالبنا ونبل مقاصدنا. وكما تمت مؤخرا إجراءات استبعاد مجلس المعزول وإبعاد من كانوا قد اختطفوا النادي، أثق في أنه بإذن الله سوف يتم استكمال خطوات إعادة النادي إلى أبنائه المخلصين والعودة به إلى المكانة التي تليق به وجماهيره. أقرر: نثق بشكل مطلق وندعم الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحيا مصر. في جلسة من أيام حصلت ما بين حسين لبيب وأخوان كارلوس أوسيريو. تفاصيل الجلسة دي: حسين لبيب تحدث مع أوسيريو وأكد أن الأزمة المالية في نادي الزمالك أمر مؤقت، وأنه هيحصل على كل مستحقاته المتأخرة خلال وقت قصير. الزمالك أعلن بالفعل عن انتهاء أزمة مستحقات أوسيريو المتأخرة، والجلسة دي كانت من حوالي 3-4 أيام. وأكد لبيب لإخوان كارلوس أوسيريو أن الجميع يهدف لاستكمال مهمته في الزمالك بكل نجاح. ليؤكد أوسيريو أنه سعيد بالتواجد داخل أروقة نادي الزمالك. ما قيل في هذا الشأن أن أوسيريو اطمأن من خلال جلسته مع حسين لبيب، مؤكدا له
أنه لو كان له صوت في انتخابات الزمالك لكان أعطاه إياه. حسين لبيب رد عليه بأنه يفعل هذا من أجل الزمالك وهو داعم للكيان بغض النظر عن فكرة الانتخابات. وأكد حسين لبيب لأوسيريو أنه لم يستقر حتى الآن على خوض الانتخابات، وأن أي شيء يفعله الآن هو لمصلحة كيان الزمالك فقط بغض النظر عن فكرة الانتخابات. وطبعا كلام جميل ومحترم وزي الفل وعلى دماغي من فوق، بس هو الساده المحترمين القائمين على اداره نادي الزمالك، خوان كارلوس اوسيريو المدير الفني للفريق الاول لكره القدم في نادي الزمالك، لما جيتوا تقعدوه مع حسين لبيب قلتوا له ده مين؟ يعني مرشح في الانتخابات؟ رئيس النادي السابق؟ رئيس اللجنه السابقه اللي كانت بتدير نادي الزمالك؟ ولا قلتوا له ان ده احد رجال الاعمال الزملكاويه؟ يعني هل اي حد زملكاوي ممكن يعدي من جنب النادي كده حتى لو كان عضو جمعيه عموميه يقول انا عايز اجتمع باوسيريو فانتوا تخلوه يعمل اجتماع معاه؟ حد يفهمنا. منافس الزمالك في السوبر المصري السعودي لكرة اليد. أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد عن إقامة مباراة السوبر المصري السعودي بمشاركة الفريق الأول لكرة اليد في نادي الزمالك، حيث يلتقي الزمالك مع فريق النور السعودي في السوبر المصري السعودي لكرة اليد، والمقرر إقامته 4 نوفمبر المقبل في المملكة العربية السعودية. يأتي ذلك ضمن بروتوكول التعاون ما بين الاتحاد المصري لكرة اليد والاتحاد السعودي على أن تقام مباراة السوبر بالتبادل ما بين البلدين. وفي السياق ذاته تستضيف صالة الشيخ زايد بن سلطان النهيان بإمارة الفجيرة بالإمارات السوبر المصري يوم 9 ديسمبر المقبل. تقام مواجهة السوبر المصري ما بين الزمالك والأهلي أبطال الدوري ووصيف الدوري. وفي النهاية بشكر كل حضراتكم على حسن المتابعة وحسن الاستماع، مع وعد بتجدد اللقاء. تقبلوا تحياتنا مؤمن شلبي ومحمود فاروق من قناتكم قناة كرة كل يوم مع مؤمن. السلام عليكم ورحمة الله.